مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. يواصل نجم المنتخب الوطني المغربي أيوب الكعبي خطف الأضواء في نهائيات كأس إفريقيا المقامة بالمغرب إلى غاية 18 يناير الجاري، بعدما بصم على أداء استثنائي جعل اسمه يتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية وعلى رأسها الإسبانية. الكعبي لم يكتفي بالتسجيل، بل اختار التميز والإبداع حين افتتح عداده التهديفي في البطولة بمقصية رائعة في شباك منتخب جزر القمر، قبل أن يعود ويكرر المشهد بطريقة أكثر إبهارا عبر ضربة مقصية مذهلة هزت شباك المنتخب الزامبي وأشعلت مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله. هذا التألق اللافت لم يمر مرور الكرام على الإعلام الأوروبي، حيث خصصت صحيفة ماركا الإسبانية مقالا مطولا عن هدف الكعبي عنونته بعبارة لافتة: تريد مقصية؟ اتصل بأيوب الكعبي، لديه 2 في 3 مباريات بكأس إفريقيا، مشيدة باللمسة الفنية العالية للمهاجم المغربي ونجاعته أمام المرمى. من جهتها أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو للهدف الثاني للكعبي، مؤكدة أن اللاعب عاد ليفعلها من جديد، في إشارة واضحة إلى قدرته على صناعة الفارق بأهداف من طراز عالمي. بهذا الأداء يؤكد أيوب الكعبي أنه أحد أبرز نجوم البطولة، وأنه سلاح هجومي حاسم في تشكيلة أسود الأطلس، في وقت تحلم فيه الجماهير المغربية بمواصلة التألق واعتلاء منصة التتويج على أرض الوطن.